السلام عليكم. اليوم غادي ندويو على النضال على اكس اللي هي اكس تويتر، على ايلون ماسك، وعلى بلدان بعض الحسابات اللي كانت كتهاجم المغرب بشكل مستمر. والخلاصه اللي كانت هو انه المغرب والمملكه العربيه السعوديه هما اكثر دولتان عربيتان تتعرضان للهجوم من طرف المعلقين ومن طرف المتآمرين. انا ما جيتش نقول هذه الهضره باش نقول لكم بانه شي ناس هنا في المغرب كانوا عندهم الحق، ناس اللي كانوا كيسولوا قلنا شكون مور هذا الشيء، شكون اللي باغي هذا الشيء يوقع، شكون مصلحته ان الامور تكون مترديه في المغرب من الناحيه الاجتماعيه. دوينا ديما على المفسدين وعلى المشاكل اللي كاينه في البلاد، اللي كاينه في بزاف ديال البلدان، وانا ما كنقللش من الصدى ديالها ولا من الاثار ديالها. كاين فساد، كاين مشاكل، كاين ناس ما كيبغيوش هاد البلاد، كاين خونات في الداخل، ولكن كاين كذلك اوراش كبرى، وكاين مجهودات كدار، وكاين ناس كيبغيو هاد البلاد، وكاين ناس ما باغيينش المشاكل يوقعوا. وانا بغيت ندوي على النقطه ديال النضال. الناس اللي كيناضلوا كيتاثروا بزاف وعاطفيين اكثر من القياس وكيسبقوا اي دوله على بلادهم، انا بغيت نعرف واش نتوما كتسالوا شي مره ملي كتجيو تناضلوا واش هذاك النضال بريء 100%؟ حيت هو في اخر المطاف راه ما كاينش نضال بريء، وهنا لا اتهم المناضلين بشكل مباشر، حيت هما يقدروا يكونوا مقتنعين بالفكره، ولكن هذاك النضال اللي كتبغي انت يوقع موراه تغيير، هذاك التغيير راه كيستافدوا منه شي ناس، فانت خاصك تقول شكون غيستافد من هذه التغييرات. لان هناك اغنياء الحرب، هناك تجار الازمات، هناك اغنياء الازمات. انت ملي كتجي دير هذه المساله كتقول واش هذاك المواطن البسيط اللي انا كندافع عليه هو اللي فعلا غيستافد من هذه المساله؟ واش هاد الناس انا اللي كنعتبر بانهم مجتمع مثالي كيكونوا مجتمع مثالي هما اللي غيستافدوا؟ واش انا ملي كنجي ناضل كنشوف شنو هما العوائق وشنو هما النواقص اللي عندي على مستوى المسؤولين وحتى على مستوى الشعب؟ لان كاين شي حوايج ما هماش الفوق والتحت. لهذا ملي كنتكلموا على ليفوليوشن او التطور واللي به كنحاولوا نقولوا بان الامور كتبدل بشويه بشويه وبان التغيير كيبدا من نفسنا، فبهذه المساله حنا كنحاولوا نشرحوا بزاف ديال الناس ماشي غير انا بوحدي بانه ليفوليوشن اي ميو كو لا ريفوليوشن، يعني ان التطور احسن من الثوره. وكنظن بانه بزاف ديال الناس خاصهم يعرفوا قيمه ديال الحوايج كاينين عندنا دابا اللي منهم الامن والامان والاستقرار، وكذلك هذا اللحم الوطني اللي بيناتنا كاملين، وانتصارات دبلوماسيه اللي عندنا في الصحراء، باش يفهموا بانه كاينه واحد الخدمه كدار، وما يبقاوش ياثروا فيكم الناس اللي كيكسبوا من قطر واليمن والجزائر وانتم شفتوا لي كونت يعني لوريجين ديالهم منين جايه. فاللي بغى يناضل يعرف اولا واش النضال ديالو بريء ولا لا، ويعرف هذوك لي كونت فين مابرجين، ويعرف كذلك علاش يتم اختيار شخصيات بعينها باش تمثل هذوك الناس ولا باش يدفعوا بهم لقدام. والسلام عليكم.